لو عندك حباية من البطاطس وبيضة واحدة هتقدري تعملي الفطيرة الجامدة دي، لذيذة ومغذية ومشبعة وخالية من الجلوتين، مفيهاش أي نوع من الدقيق، مناسبة ليكي جدا لو بتعملي دايت. وحتى لو مش بتعملي دايت وعايزة أكلة صحية هتعملي الفطيرة دي. الوصفة دي يا جماعة أنا واثقة إن ولادك هيدمنوها وهيقولك عايزينها كل يوم. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا معايا واحده بس من البطاطس زي ما قلت لكم، هقشرها بقى بالمقشره بالشكل ده. الوصفه دي على فكره سريعه جدا وممكن تعمليها الصبح كده قبل الفطار، بتبقى لذيذه جدا، وممكن كمان للغدا، ممكن كمان تديها للولاد في اللانش بوكس زي ما قلت لك. انا قشرتها وغسلتها كويس، ودلوقتي هبتدي ان انا ابشرها بالمبشره. اي مبشره عندك كده هتبشريها بالشكل ده. حلو قوي كده، هي واحده بس من البطاطس، ما تزوديش عن كده تعمل لك الفطيره الجامده دي. خلاص كده هاخد البطاطس بقى، مش هغسلها نهائي، ما بتتغسلش في الوصفه دي خالص، هعصرها بس من الميه بتاعتها. عصرت كده كل الكميه، انا هرمي الميه مش محتاجاها، والبطاطس كده هملحها، هحط لها كده شويه من الملح، حاجه بسيطه ما تزوديش الملح، وكمان رشه من الكمون ورشه من الزعتر. دي التوابل اللي انا حطيتها، ملح وكمون وزعتر، ودول مناسبين جدا للبطاطس. هقلب بقى البطاطس كده مع التوابل تقليبه حلوه عشان تبقى كلها حايقه واخده كده من الكمون والزعتر. وبسرعة بسرعة احط طاسة كده على البوتاجاز وهسخنها، واحط فيها كده معلقة من زيت الزيتون، معلقة واحدة بس مش اكتر من كده، وهسيبها كده تسخن على النار. دلوقتي بقى هاخد نص كمية البطاطس، انا قسمتهم كده بالنص، وابتدأت ان انا احط كده البطاطس، اعملها كده زي طبقة او زي فرشة او زي فطيرة او زي قرص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا في الاول قسمت كمية البطاطس اللي عندي، البطاطسية اللي انا قشرتها وبشرتها قسمتها نصين، خدت النص الاولاني ابتدأت ان انا اعمله فرشة كده في الطاسة بعد ما حطيت معلقة من زيت الزيتون، وبالمعلقة كده هبتدي ان انا اضغط عليها بالشكل ده. طبعا الخطوة دي بتاخد وقت حوالي 5 دقايق، هتسيبيها كده على النار، نار متوسطة، لغاية ما تحمر وتبقى بالشكل ده، وهقلبها الناحية التانية وهسيبها برضو تتحمر. خلاص كده هي اتحمرت من الناحيتين، همسكها بقى اطلعها واعمل الديسك التاني. هحط برضو في القرص التاني معلقة كده من زيت الزيتون، وهبتدي افرش البطاطس بتاعتي زي ما عملت القرص الاولاني بالظبط، معلقة كده واسيبها تسخن. وهبتدي بقى احط النص التاني من البطاطس، بس انا حسيت ان انا النص التاني ده كان اكتر من الاولاني شوية. على فكرة الفطيرة دي هتبقى كبيرة وهتأكل عدد أفراد كبير من الأسرة، يعني ما ينفعش انت تاكليها لوحدك أبدا، انت ممكن تاكلي مثلث أو اتنين وهتشبعي منها تماما. هي مشبعة جدا، لذيذة، اقتصادية، سهلة بسيطة، تقدري تعمليها في أي وقت. لغاية ما تبقى قرص بالشكل ده بعد ما بضغط عليها، ومن غير ما تضغطي كمان سيبيها بس مع الوقت هتبص تلاقيها اتحمرت. هسيبها تتحمر بقى من الناحية التانية كده، وهروح أجيب بضاية، اخد بيضة كده احطها في بولة، واحط لها كده رشة من الملح والفلفل الاسود. مهم جدا رشة بسيطة من الملح والفلفل الاسود عشان زفرة البيض. وهبتدي كده اربها بالشوكة، عايزة تحطي في الوقت ده بضاية او اتنين او تلاتة براحتك، انا حطيت بضاية واحدة بس مش اكتر من كده، وربيتها بقى بالشكل ده. وهروح بسرعة ابص على الفطيرة بتاعتي، لو لقيتها اتحمرت هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. خلاص كده انا لقيت الفطيرة بتاعتي اتحمرت وقلبتها الناحية التانية. بصوا بقى لونها بقى حلو ازاي. هجيب بقى البيض بتاعي وهبتدي اصبه بالشكل ده. اهو في الوقت ده بقولك لو عايزة تعملي اكتر من بيضة مفيش اي مشكلة، وهبتدي اوزعها كده. خلاص كده هسيبها تستوي شوية وتتشرب كده مع البطاطس. ودلوقتي بقى كان عندي في الفريزر كده بواقي بسطرمة، فطلعت كده حتتين وابتدأت احطهم على الفطيرة بتاعتي. عندك بقى قطع فراخ متبقية ممكن تقطعيها، عندك سجق برضو ممكن تقطعيه، ممكن تعمليها باللحمة المفرومة، ممكن تعمليها سادة من غير ده كله. انا حطيت كده قطع من البسطرمة، وكمان قطعت كده قرن فلفل بيديها ريحة وطعم حلو قوي، وكمان كده حطيت شوية من الموتزاريلا. وهبتدي بقى احط الفطيرة التانية او الديسك التاني بتاع البطاطس، حطيته كده على الناحية التانية وهسيبه دقيقتين. وهبتدي بقى ان انا اقلب الفطيرة بتاعتي، وانا ملاحظه ومخليه بالي ان هي ما تتحرقش معايا، يا دوبك بس كده تتحمص كده وتدي قرمشه بسيطه من الناحيه التانية. حلو قوي كده، خلاص هي كده استوت، يعني بتاخد لها حوالي 10 دقايق على النار كل المراحل اللي احنا عملناها دي. عايزه اقول لكم بقى انها خطيره جدا، مديه قرمشه كده من بره، كان نفسي اسمعكم الصوت بس بجد نسيت. مديه قرمشه خفيفه كده من بره وطعمها جميل قوي. عايزه كده اقطع كده جزء معاكم واوريكم بقى الجمال والحلاوه. ريحتها كانت جميله جدا، لان البطاطس مع الزعتر مع الكمون
وهي كده بتتعمل على النار، كمان مع البسطرمة كانت تحفة بجد يا جماعة، ريحتها حلوة قوي. نقطع بقى قطعة كده ونشوف بقى من جوه عاملة ازاي. بصوا بقى الجمال والحلاوة، هي بقى سخنة مولعة في ايديا وانا مش قادرة امسكها. عايزة اقطع كده قطعة واوريكم. بصوا بقى الموتزاريلا بتشد ازاي، شايفين الجمال والحلاوة. الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة وسهلة وما خدتش وقت وما كلفناش اي حاجة. هي حباية واحدة بس من البطاطس وبيضاية قدرنا نعمل الفطيرة الجامدة دي. وفي اي وقت تقدري تعمليها، ممكن تعمليها للفطار او ممكن كمان تعمليها للغدا، هتبقى مناسبة جدا. وزي ما قلت لكم لو عملتيها للولاد هيدمنوها وهيطلبوها منك كل يوم، لان بجد يا جماعة الوصفة دي اختراع، سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها كده اقتصادية وموجودة عندك في البيت، وتقدري تعمليها في دقايق. ناس كتير بتطلب مني في التعليقات وصفات خالية من الجلوتين. الوصفة دي يا جماعة خالية من الجلوتين، تقدري تعمليها بسيطة جدا وسهلة وكمان مشبعة وطعمها جميل جدا. انا بتمنى تكون الوصفة بتاعتنا النهاردة عجبتكم، واللي يعجبه يا جماعة الوصفة ويجربها ياريت يكتب لي رأيه ايه في التعليقات. يلا بقى سلام، باي باي.